ولسه مكملين معاكم من داخل الملتقى التونسي الاول وما بين تونس ومصر. والنهارده معانا من احلى بلد في الدنيا واحلى مكان في مصر النوبه. نحب نتعرف بحضرتك، اسمك ايه؟ اهلا وسهلا، نورتي النهارده المهرجان. ممكن تقولي لنا المنتجات الحلوه دي حضرتك عاملاها عن هوايه ولا هوايه؟ يعني بتقعدي قد ايه طيب على ما تعملي طاقية زي دي؟ ممكن تاخد معايا يوم لو انا قاعده عليها، يعني كام ساعه كده، لكن لو اقوم يوم يعني يوم. طيب والحاجات الاستراسات دي ده بياخد وقت شويه، عشان انا برضه من اول 4 متر الاول، وبعد كده بشتغل ابره الكروشيه. يعني بنتهوا الابره عاديه الاول 4 متر ماشي، وبعد كده بنشتغل ابره الكروشيه. ممكن نعمله على 3 خرزه او ساعات في 4، يعني 3 بشتغل على 3 أو 4. ياخد منك قد ايه بقى؟ يوم بقى بالتصويره بتاعته. طب اسعارهم بتبقى ايه؟ دوت 50 بتاعه. طب والله جميل، رخيص جدا، تسلم ايديكي. طيب والشنط الحلوه دي؟ ديت لا، ممكن اعمل 4 أو 5 كده، لان شغلها جميل وبسيط وحلو. انا بحب الشغل اصلا. هي بصراحه شكلها لطيف جدا. بتاعت اكسسوارات، ممكن تحط فيها اكسسوارات، تحط فيها حاجتين صور كده للبنات كده يعني. تسلم ايديكي. طيب والمقلمه الحلوه دي؟ برضه زي نفس الشغل. تاخد منك يوم؟ لا، ممكن اعمل 2 في اليوم. تعملي 2 في اليوم؟ تسلم ايدك بجد والله. طب واخبار بكار عندكم ايه في البلد؟ شغلها حلو وكويس. انا معاكي جميل. لغايه دلوقتي على فكره الناس كلها فاكره بكار، وفاكره بالطاقيه الجميله الحلوه دي اللي حضرتك وانتي وغيرك قمتي بالحاجات الحلوه دي تعملوها. نورتينا النهارده في الملتقى.